ستار أكاديمي. سهيلة بن الشهاب أثناء ستار أكاديمي لم تكن كمرشحة فقط، بل كانت أيضا صديقة، حتى أن هناك صديقة من صديقاتك أعلنت إسلامها وهي لبنانية مسيحية. لو تحدثينا ربما عليها وكيف حتى أشهرت إسلامها. بصراحة هي ما كانتش يعني معنا في الأكاديمي، لكنها هي واحدة من أحبابي اللي كانوا يتابعوني وكانوا نعم. يدعموني. نعم. فجأة أعلنت، جاني خبر أنه نوال الخوري اسمها، أنه أعلنت خبر إسلامها. بصراحة أنا ما صدقتش في الأول لحد ما رديت عنها ولقيت أنه الناس كامل يتكلموا أنه صح أعلنت إسلامها. لكن مش باش نوضح أكثر، مش أنا السبب 100%، لكن أنا كنت سبب من الأسباب مثل ما قالت. يعني قالت أنه سهيلة سبب من الأسباب اللي خلتني ندخل. طيب ربما تحدثيني الآن كيف ساهمت سهيلة بن الشهاب في إعلان هذه، أعلنت إسلامها، هذه الفتاة التي أعلنت إسلامها، كيف ساهمتي سهيلة؟ بصراحة أنا ما عملت شيء، يعني هي حكت عن أخلاقي، حكت أني إنسانة طيبة، أني الشيء اللي شافته. ف يعني هذه الأسباب اللي خلوها تدخل الإسلام. طبعا راح نوجه لها يعني نعم. دعوة رسمية لما نروح لبنان. مثل ما يشار إلي قالوا بأنه هي أصدرت رسالة خاصة وضحت فيها كيف حتى أنها أشهرت إسلامها ولماذا، والمضمون تحدثت عن سهيلة بن الشهاب التي ربما كان لها نوع من المساهمة في دخولها إلى الإسلام. وهو كانت شخصيتي يعني بعيدا عن أي شيء.